جاي ومره يقول لك لو عملنا انتخابات الاسلاميين هم اللي هيجوا. طب والاسلاميين اذا جم هيعملوا ايه فينا؟ وكان الاسلاميين دول ناس جداد علينا جايين من المريخ نزلوا مصر بعد الثوره فاحنا خايفين منهم. الاسلاميين ده شعب مصر كله اسلاميين. ايه الاسلاميين؟ فئه يعني طبقه من الطبقات. كل شعب مصر الذين قاموا ينادون الشيخ الجليل بأن يعيد آيات الله وكلام الله هم دول شعب مصر. شعب اللي بيحب القرآن، شعب مصر اللي بيحب محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده شعب مصر اللي بيحاول يصور لينا ان الاسلام في مصر بتاع جماعه من الجماعات او فئه من الفئات او حركه من الحركات بيضحك علينا بيخدعنا. ده الاسلام ده بتاعنا كلنا بنعتز بيه كلنا كمصريين بنقدسه بنقدره. وانتم لن تروا ثلاثا او نادين بكتاب الله مثل ما قالوا مشايخ وقرآن مصر العظيم من اول الحفر للشعشاع للمنشاوي وغيره من قرآن مصر العظام الذين ما زالوا نسمع تجريدهم بكتاب الله الى النهار. ويعتز المصريون بهذه الكتاب اللي بيحاولوا يصوروا لنا ان في فئه كده اسمها الاسلاميين العتيق تعمل فينا مش عارف ايه. لا، نحن جميعا مصريين اسلاميين، نحن جميعا مسلمين نعتز بديننا ونحب محمد صلى الله عليه وسلم ونحب اهل البيت ونعظمهم ونقدمهم. اللي في مصر وعمر ما مصر كانت بعيده. انا عشان كده اخواننا اللي في الجمعه بتاع 29 اللي بيقدروا يكتبوا اسلاميه اسلاميه الشريعه الاسلاميه وكانوا اللي بيكتبوا ده تحصل كل مصر. كل مصر بحورها وبحورها وحسابها وحواريها وطبقاتها اسلاميه اسلاميه. ده انت لو حطيت مصر هتضر الاسلام. انتوا بيكتبوا الكتاب ده بمؤيد مين؟ هو في حد يقدر في مصر يقول ان انا ضد الشريعه الاسلاميه او ضد الاسلام؟ طب مين بيقول كده؟ يقولوا لا الليبراليين يقولوا كده ولا الليبراليين يقولوا كده. الليبراليين يقولوا افكارهم السياسيه لكن يقدسوا ويعزوا الاسلام. قالوا لا ده اليسار واليسار لهم اراء في الاقتصاد وفي العداله الاجتماعيه لكنهم يقدسون ويعزون الاسلام. مين بقى اللي ضد الاسلام؟ واحنا عاوزين نعمل عمليه فينا خلاص، عاوزين نصنع اعداء دون اعداء داخل الوطن. مين اعداء الاسلام من المصريين؟ حد يقول لي دول ولا دول هم اعداء الاسلام في مصر؟ ايه افراد يعدوا على الاصابع بيقولوا على الافراد ولا هناك، لكن 87 مليون مصر بما فيهم الاخوه الاعزاء الاقباط والمسيحيين نفسهم بيعتزوا الشريعه الاسلاميه وبيعتبروا ان الشريعه الاسلاميه حمايه لهم وعاشوا في كنفها وفي ظلها وتحت رايات عدالتها 15 قرن. حتى ان البرش مطرح في الكنيسه المصريه لما يقولوا ان المسيحيين عاوزين يلغوا الماده الثانيه من الدستور اللي بتقول ان مبادئ
وكيف يطمئن روحه وواحد بولاد الواحد يعني يصلي ومشهور يعني بيوم يعيش انا شايف ان الدكتور وبطنه تتلم وجوعا احزاب ومش يستقر الروح عشان كده بيقول انا اللي كتبت عشان كده سيد البشر ليس بمؤمن من مات شبعان وقامه جوعان. شوف التكافل الاجتماعي والعداله الاجتماعيه عظمه الاسلام كيف نشرع لها عاوزين يشيلوا لنا معركه لا وجود لها لكن احنا في معركه بين الكفر والاسلام مفيش معركه. اسلام شعبنا كله بفضل الله بكل طائفه وتوجهاته مهتم حوله يعزه يقدره يقدسه. اذا راينا ان ننشغل بتفاصيل العنوان العام لمصر وهو الحضاره الاسلاميه. تفاصيل العنوان العام ده ايه؟ ان احنا نبقى ونعمل انتخابات نزيهه ويحكمنا ناس بارادتنا مش جايين بقرار صهيوني ولا امريكي، واللي يحكمنا يحترم كرامتنا ولا نسقطه تاني يوم ونبني وطننا وطن العداله والكرامه. هو ده الاسلام الحقيقي، ان احنا ننفذه بقى ولا عندنا نزعق ليل ونهار اسلام 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 وما نشتغلش وما ننجزش وما نترجمش الشعار العظيم ده لعمل واقع بناء للوطن وتقدم للوطن. وكأن احنا لا يوجد معركة في مصر بين الاسلام والكفر اطلاقا، لان معركتنا الحقيقية هي معركة الفقر والبطالة وغياب الحريات. هي دي معركة ودي كلها فروع من الاسلام. لما قال شيخنا الجليل الشيخ القرضاوي ان الحرية قبل الشريعة، فجم ناس يقولوا ازاي الشيخ القرضاوي يقول الحرية قبل الشريعة؟ الشريعة اهم ولا الحرية اهم؟ مفيش حاجة اسمها حرية اهم ولا ده الحرية هو فرع اصيل من الاسلام، فرع اصيل من الاسلام واصل من اصوله العظيمة اللي لا يكون المؤمن مؤمنا الا بالحرية. انت